نسمع التقرير ونرجع لمزيد من الحديث. رغم أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، إلا أنها أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي أثناء منافسات دوري روشن، حتى مع تواجد تقنية الفار، في وقت بلغت الأخطاء التحكيمية 46 خطأ تحكيميا، منها 24 خطأ تحكيميا استفادت منها الأندية بنسبة 52.17%، مقابل 22 خطأ تحكيميا تضررت منها بنسبة 47.82%. وتصدرت ضربات الجزاء المحتسبة بشكل غير صحيح وغير محتسبة على النصيب الأكبر من استفادة الأندية من الأخطاء التحكيمية، والتي بلغت 21 ضربة جزاء بنسبة 45.65%، حملت معها تساؤلات عدة: من هو أكبر المستفيدين من الأخطاء التحكيمية بعد مرور 21 جولة؟ دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم تستعرض أخطاء الحكام في المباريات بشكل أسبوعي، وتبين من خلال رصد للأخطاء التحكيمية صدارة الاتحاد من الأخطاء التحكيمية بواقع 5 مرات، أكثر الأندية استفادة ب10.86%، يليه الهلال والشباب والنصر والفتح والفيحاء وضمك والوحدة ثانيا بواقع مرتين وبنسبة 4.34%، والعدالة والخليج والرائد والتعاون والطائي ثالثا بواقع 2.17%، وخلو سجل أبها والاتفاق من الاستفادة من الأخطاء، فيما تصدر النصر والفتح أكثر الأندية تضررا من الأخطاء التحكيمية في 3 حالات تحكيمية لكل منهما بواقع 6.52%، يليهما الطائي والشباب والتعاون وفيحاء والعدالة والاتفاق مرتين بواقع 4.34%، وضمك والرائد والخليج والاتحاد مرة وحيدة لكل منهم، وعدم تضرر الثلاثي الهلال وأبها والوحدة.